لما يجي شاب عايز يتزوج ويلاقي مشاكل مع امه وابوه او مشاكل مع اخوه ومرات اخوه، كيف يقبل على الزواج؟ هذا ليس اصلا في الزواج. الاصل في الزواج هو السكن، هو الموده، هو الرحمه. ولنا في رسول الله اسوه حسنه. لما جاء لرسول الله الطعام وتطاولت يد السيدة زوج رسول الله أظن السيدة حفصة وقلبت الطعام، ما الذي فعله الحبيب المصطفى؟ تبسم صلى الله على حضرته وقال غارت أمكم، غارت أمكم. يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة وغيرة المرأة. لما حدثت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبيبنا المصطفى عن عهد 11 امرأة، طول الليل اتكلم سيدنا النبي وتحكي. سيدنا النبي بينزل له الوحي من السماء، سيدنا النبي يحمل هم أمة بأسرها، سيدنا النبي يحمل هم الدعوة إلى الله، ومع ذلك لم يطلع أحد بوجه طيب قط، ما كان خاطبا ولا عابس الوجه، ما رؤي المصطفى إلا مبتسما صلى الله على حضرته. فأنت يا من تقدم وجهك حينما تدخل إلى البيت، أين المودة؟ أين السكن؟ أين الرحمة؟ هل ألقيت السلام على أهل بيتك؟ لما يجي يدخل بيت الواحد من سنة الحبيب المصطفى أن يسلم على أهل البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يخرج الشيطان. أحد الصحابة ذهب إلى رسول الله يشكو الظرف، يا رسول الله الظرف ضيق، الحالة تعبانة. سيدنا النبي ما قالش للصحابة يعملوا فلوس، ما قالوش يجعلوا لك من بيت المال كذا كذا، قال له أتسلم على أهل بيتك؟ أنت لما تدخل بيتك بتقول لهم السلام عليكم؟ قال له لا. قال عد وسلم على أهل بيتك. فعاد الرجل وبعد أيام جاء إلى رسول الله يتصدق بفاضل ماله. تأمل أخ الإيمان والإسلام، إذا ما عملت الزوجة بما يرضي الله جل وعلا، أوصيتها بالصلاة، أوصيتها بالعلم، أوصيتها بالكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، الابتسامة، تجعل الزوجة تتحمل الصعاب. وكل البيوت فيها مشاكل وفيها صعاب، ولكن حينما تلقى الزوجة زوجها مبتسما يقول لها كلمة، بعض الناس يظن أن كلمة حسنة للزوجة عيب. سيد الأولين والآخرين يقول لما سئل من تحب قال عائشة. ما قالش سيدنا النبي المدام ولا زوج، قال عائشة. قيل ومن الرجال، لم يقل أبو بكر، قال أبوها. لا يريد أن يبتعد عن عائشة، بل لما قال لعائشة أعرف حينما تكون راضية عني وحينما تكون غضبا. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إذا رضيت قلت ورب محمد، وإذا قلت غضبا مني قلت ورب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله لا يفارق اسمك إلا لساني. فإذا أردت سعادة في الدنيا والآخرة التزم نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حبيبنا المصطفى هو مقياس الأخلاق ومقياس البيت السعيد. وإذا بنيت فخير زوج، وإذا ابتنيت فدونك الآباء. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ونسأله أن يرزقنا زيارة حبيبنا المصطفى، وأن يرزقنا شفاعته، أن يرزقنا زيارته في الدنيا، وأن يرزقنا شفاعته في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق بينهما وأن يجمع بينهما في خير، ومع خير الكلم، مع كلام رب العالمين، مع قارئنا الإفضال
جزاه الله عنا خيرا.